ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض تشيكن كريسبي بطريقه سهله وبسيطه. كل الولاد بتحبه وكلنا بنحبه، واكله سريعه وسهله. اسعاره بره بقى مبالغ فيها جدا، هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه. وممكن نقدمه مع مكرونه، نقدر نقدمه مع بطاطس محمره وكول سلو زي ما تحبوا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنبدا بتتبيله الفراخ. هنحط معلقه صغيره من كل التوابل اللي هقولها: فلفل اسود، بابريكا، بصل بودر، حبهين مطحون، 7 بهارات. هنحط مكعبين مرقة، ولو مرقة بودر هيكون أفضل. هنحط 4 فصوص من الثوم، هنحط عليهم كوباية مية، وهندوب التوابل كويس جدا في المية هي والماجي. وبعدين هندوق الطعم عشان نشوف الملح. أنا هنا حسيت إن أنا محتاجة ملح، حطيت. طبعا عشان احنا حاطين مرقة الدجاج فنخلي بالنا قوي من موضوع الملح. هنا دي الفراخ بعد ما كنت قطعتها تقطيعة التشيكن كريسبي او الستريبس زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها في التتبيله في التلاجة. انا هنا في نقطه فوتها في التصوير بس ما قدرتش ما اقولها لكوش: الفلفل الاحمر يا جماعه بيودي التتبيله في حته تانية خالص. وهنسيب التتبيله في التلاجة لمده 3 4 ساعات. هنبدا بقى نعمل الكفر الخارجي للفراخ. هنجيب طبقين وهنحط فيهم دقيق. اول طبق هنشتغل فيه حوالي نص كوبايه من الدقيق، ونفس التوابل اللي احنا حطيناها. مكعب مرقه، هنحط كوبايه من الميه، وهنبدا ندوبهم كلهم. معلقتين من النشا، رشه بيكنج باودر، وهنحط كوبايه من الميه، وهنبدا ندوبها كده. يكون معانا قوام ولا خفيف قوي ولا تقيل. هتشوفوا دلوقتي القوام المظبوط اهو زي ما انتم شايفين كده. والطبق التاني كان فيه دقيق، وكان فيه معلقه ونص من النشا، ونص معلقه بيكنج باودر. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. احنا هنجيب الفراخ بعد ما سيبناها في التلاجة حوالي 3 4 ساعات. هننزلها في الخلطه الاولانيه دي اللي احنا عاملينها. هنبدا ناخدها منها نحطها في الدقيق، نكفر عليها بالدقيق، ونرجعها فيها مرة كمان، وبعدين نرجعها في الدقيق. ده بيعمل ايه يا جماعة؟ بيعمل طبقة حلوة قوي من الكفر بتاعها، وبيبقى حلو جدا وكريسبي زي بتاع الكي اف سي بالظبط، زي اللي بناكلها بره واحلى. هتشوفوا دلوقتي كده معايا. انا في الوقت ده كنت سخنت الزيت بتاعي، عشان هي لازم تتعمل وتخرج من الدقيق على الزيت على طول، عشان تفضل مقرمشة زي ما هتشوفوها في اخر الفيديو معايا. انا بعملها اهو، بكفر عليها بالدقيق. هنبدأ نخلي الزيت بتاعنا سخن جدا. هنبدأ ننزل بيها دايركت من الدقيق على الزيت على طول. اول ما لونها يتغير هنبدأ نقلبها على الناحية التانية. انا بفضل ان احنا نطلعها على شبكة زي ما انتم شايفين كده. بتفضل كريسبي وبتحتفظ بالنشفان بتاعها كده، ما بتبقاش طرية زي اللي بناكلها بره. انا طلعتها على الشبكة كده زي ما انتم شايفين. ده اللون الحلو اللي احنا عايزينه. ده كان شكلها اهي بعد ما خرجت، كانت كريسبي جدا، وفي نفس الوقت من جوه جوسي وطرية، وبألف هنا.